بيبدأ المسلسل مع أول مشهد في المشرحة مع سلمى بتقول للممرض أو أنا ممكن أشوفه. بيقول لها بلاش يا بنتي المنظر صعب، فهي بتصمم إنها عايزة تشوف الجثة. فالممرض بيكشف عن وشه ومش بتقدر إنها تستحمل تشوف المنظر. فالممرض بيقول لها سيبك معاه دقيقتين وهخرج، فبيسيبها وبيمشي. فهي بتنهار من العياط وتقول له ليه كده يا سيف، ليه سبتني لوحدي؟ وفجأة أم سيف بتخش وبتنهار من العياط وتقول لها انت السبب، انت السبب في اللي حصل لابني، انت السبب في اللي حصل له، انت اللي عملت فيه كده، انت السبب في موته، انت اللي قتلتيه. يجي المشهد اللي بعده، بتروح للقسم مع المحامي بتاعها. الضابط بيستجوبها بيعمل معاها التحقيق عشان اللي حصل، فبيقول ليها انها متهمة بقتل سيف بالتعمد. ايه اقوالك في الكلام ده؟ فهي بتقول له لا، سيف كان جوزي وما اقدرش اعمل معاك كده. فبيسالها هو سيف كان بيشرب اي نوع من المخدرات او اي نوع من الخمره؟ فبترد تقول له اخر فتره كان بيشرب سجاير بس، وحالته كانت وحشه وكانت مش احسن حاجه. فبيسالها سؤال خبيث، بيقول لها طبيعة العلاقة اللي بينكم كانت عاملة ازاي؟ فبتبص للمحامي بتاعها ومش عارفة انها تقول ايه عشان ما تغلطش غلطة قدام الضابط. فالمحامي بيهز راسه وبيقول لها جاوبي. فبيقول ليها عايز اعرف طبيعة العلاقة بينكم كانت عاملة ازاي، اخر فترة كان بيتصرف ازاي، وانك قلتي انه شرب سجاير في اخر فترة بس، مع ان معمل التحليل الجنائي اثبت انه شرب كمية كبيرة جدا من المخدرات في ليلة الحادثة. وبيقول ليها انا عايز اعرف ايه اللي حصل خلاه ينتحر زي ما بتقولي. فبتقول له اخر فترة ما كناش احسن حاجة بسبب انها طالبة الطلاق، فقرروا انهم يقعدوا في فندق. فبيحصل فلاش باك وبنرجع للي حصل. فسيف كان معاه كوباية خمرة وقاعد معاها وقاعد يترجاها ويقول لها فكري في الموضوع، انا مش عايزة اطلقك، فكري في الموضوع ده تاني. فهي ترد عليه وتقول له انا فكرت، بلاش تضغط عليا اكتر من كده. فبترجاها تاني وواضح جدا انه بيحبها ومش عايز يطلقها. بيقول لها نحاول تاني، انت لو سبتني انا هموت. وهي ما بتكونش مصدقه الكلمه دي، فبتقرر رفضها تاني. فبياخد الكاس بتاعه وبيخرج بره في البلكونه وهي تخرج وراه، فبتلاقيه بيرمي نفسه من البلكونه. بنرجع تاني لمشهد التحقيق وتعيط وتقول له انا السبب في اللي حصل له، انا اللي عملت فيه كده، وصلته ان خليته ينتحر لاني قررت اني اتطلق. خلص التحقيق واثبت ان سيف مات منتحر وان الاتهام اللي هي متهمه فيه باطل. وبنروح بعد 3 شهور عند موسى، لاعب سباحه عنده بطوله دوليه وسط جماهيره. بتبدا المسابقه وسط تشجيع من اهله وبيكسب البطوله. فبيجي مشهد لسلمى وهي مختفيه بتحاول ان محدش يشوفها وهي رايحه سجن النساء، السبب مش واضح لحد دلوقتي. بنرجع تاني لموسى بعد ما فاز بالبطوله، وامه الدكتوره عايده بتشجعه وتحضنه وتبارك له على المكسب اللي هو كسبه، انه طلع رقم 1 في البطوله الدوليه. بتقول له هتخرجوا انت وكنزي وعامله لك مفاجاه. فمش بيوافق لان امه عايزه تجوزه البنت دي تكون اسمها كنزي وهو مش موافق. فبنروح لفاطمه، بتبقى كفيفة وعايشة مع بنتها دينا. بتقول ليها انها رايحة لسلمى، بتروح لها وبتلاقيها قاعدة في حالة اكتئاب بسبب اللي حصل لسيف وانه مات منتحر بسببها. بتقول ليها انا جاية عشان افكك واخرجك من المود اللي انت فيه، وهنروح مع بعض عيد ميلاد واحدة صاحبتهم. بتوافق غصب عنها وبتقوم عشان تلبس. وبنرجع تاني المشهد عايدة فجأة وهي طالعة البيت، فجأة بيوقفها واحد اسمه عز، فبتتصدم لما بتشوفه وباين عليها انها كانت تعرفه قبل كده وعلى علاقة بيه وانه مش عايزة حد يشوفهم. فبيقول ليها كويس اني شفتك ومبسوط، ومبسوط اكتر اني شفت موسى. فهي بتقول له اوعى يكون شافك واوعى تكون قلت له حاجه. فعز بيقول لها انا على عهد معاكي ووعد ليكي ومش هجيب سيره لاي حد. بيقول لها هو موسى هيفضل لحد امتى؟ ما يعرفش انا مين، انا عايز اقعد معاكي ضروري. فبتقول له بكره هكلمك وهقابلك. دينا بتاخد سلمى ويروحوا عيد الميلاد وبتبقى عايزه تمشي لانها مكتئبه ومش عايزه تروح اي حته. فبيجي مشهد لصاحبتهم لحبيبها وهو بيتقدم ليها وبيقول لها هتتجوزيني. سلمى ما استحملتش وافتكرت ايام زمان لسيف، ايام ما كان بيعمل معاها نفس المشهد اللي بتسيبهم وبتجري على الحمام وتقعد تعيط، لان المشهد ده فكرها بكل حاجه كانت حلوه ليها مع جوزها سيف. وبنروح لعايده وابنها موسى عايشين مع بعض، فبتقول ليها انها رايحه الشغل وعندها مواعيد مهمه وما يعرفش انها رايحه تقابل عز. بتروح تقابل عز وتقول له ايه الحاجه المهمه اللي انت عاوزني فيها؟ بيقول لها انت عارفه انا عايز ايه؟ هي بتقول له انت بالنسبه لي ميت. بتقول له مش هقول لموسى ومش هخليه يتصدم فيك لانك تاجر مخدرات. فبتروح العياده بتاعتها، بيكون عندها مقابله مع مريضه وبيطلع انها سلمى. تسالها انت اول مره تروحي لطبيب نفسي؟ ترد عليها تقول لها ايوه انا اول مره. بتسالها سبب وجودك هنا ايه؟ تقول لها معرفش، حسيت اني عايزه اتكلم مع حد معرفوش. تقول لها بخاف من اي حاجه ممكن تحصل ليا، بخاف ان انا ابقى لوحدي وما بحبش ابقى لوحدي وعندي عقده نفسيه من ان ابقى لوحدي. وتقول ليها اني كنت متجوزه واحد اسمه سيف ومات وانتحر، وبعد ما مات خفت ان ابقى لوحدي اكتر. فعايده بتقول لها عشان نكمل مظبوط لازم اعرف الحقيقه كامله واعرف كل التفاصيل. الكلام اللي انت قلتيه ان جوزك انتحر، هل ده الحقيقه كامله ولا في حاجه ناقصه؟ سلمى بترد عليها تقول لها لا، في حاجه ناقصه وجوزي ما انتحرش، انا اللي قتلته.